تشرفت. صح يا انا شرفت. والبي كان فين بقى ان شاء الله؟ عند واحده. نعم. عند واحده صاحبتي في البيت. كمان. تصدقي. عشان كده بقى ما كنتش بترد على التليفون. ايوه ايدي ما كانتش فاضيه. ايه اتضايقتي؟ خالص. شيخ. والله عادي جدا، مبسوطه اصلا. كويس ان انت عملت تغيير لنفسك كده. لازم تنعنش من وقت للتاني. وبعدين زي ما قلنا من الاول خالص ان كل واحد فينا حر، كل واحد يعمل اللي هو عاوزه، وان انت مش مضطر ان انت تبرر لأي تصرف، ولا انا كمان مضطرة. وبعدين يا معلم المصلحة قربت تخلص، وكل واحد فينا ياخد نصيبه. ممكن ما نشوفش بعض تاني اصلا. بس انا بقى بعتب عليك في حاجة. ايه؟ انت بتردها لي. بتتكلمي بجد والله؟ اه. فكرتي كده؟ والله. شايفاني تافه كده؟ اتفه من كده بكتير. يا بنت الايه؟ لا خالص. هو يعني الموضوع كله ان احنا كنا سهرانين سهره حلوه قوي، وبعدين كنت بوصلها فعزمت عليا اطلع اخد درينك. ده انا كنت حبايب. والله. ما بنتش ليه؟ ما انا خفت بقى الهام تعرف انها مش بيت في البيت، خفت الهام تعرف انها مش بيت في البيت فتفتكر ان في حاجه. انا ياما اخد شاور، عايز حاجه من الحمام؟ يا طارق، نعم. طز فيك انت والهام بتاعتك. بس ما تغلطيش في الهام. سيكي. استنى يا عم اما اخلص. هقطعه. هقطعك لو قطعته. هي مش غريبة شوية يعني؟ أختك مش كان لازم تتصل قبل ما تيجي، ولا أنا بيتهيألي؟ ضرب في إيدك. لا اصل هي عشريه وتلقائيه، يعني مش متكلفه، فتلاقيها ايه بتاخد راحتها كده. تاخد راحتها قوي. امم واضح إن أنت فاكك بزيادة. انا اللي فاكك؟ لا انت اللي خلقك ضيق. دي بنت ناس، دي خريجه مدارس فرنساوي دي. الحاجات دي عندها عادي يعني. وبعدين لو مش عاجبك هنزل اطردها، وانت بقى تتحملي ان انا اقطع صله الرحم بيني وبينها. يا عم وأنا قلت لك كده؟ أنا بس هي غريبة شوية بالنسبة لي. ما هو انت لازم تكوني مش فاهماها، ما انت ما لحقتيش تعرفيها عشان فتره خطوبتنا كانت يا دوب من المكتب صبحي لحد الفيلا هنا. طب وبعدين بقى في خفة دمك اللي عمالة تزيد دي، وأنا خلقي بيضيق كل ما أكبر. أعمل لك إيه طيب؟ أستحملك إزاي؟ ما هو من المصايب اللي بتتحدف على دماغي. هو بس المشكلة عارف في إيه؟ إن أنا حاسة إن أنا مش هقدر أتحمل نريمان دي كتير. يا ستي كريمان الطم كريمان، والله كريمان. شفت؟ حتى اسمها مش قادرة. مش عارفة أحفظه. شوية أقول لها نريمان، وشوية أقول لها كريمان، وشوية أقول لها كوكو، وشوية أقول لها سليمان، وشوية أقول لها كاكا. هي بتشتغل إيه؟ ها؟ بتشتغل إيه؟ اشتغل في دبي. لما بيطلعوا إعارة دول بتشتغل في حضانة يعني. حضانة أطفال؟ لا دي بتشتغل مع رجالة كبار. كبار رجال الأعمال في دبي. بس هي واخدة أجازة يومين كده وهترجع تاني إن شاء الله. هي أختك ولا أختك في الرضاعة؟ وأنت هتطلع لها بطاقة؟ يا ستي أختي، قلنا أختي خلاص. إيه ده في إيه؟ صدق أختك شبهي يعني؟ أوي. طب إيه رأيك إن هي مش أختي؟ يا ستي أنت سحلاني معاكي في كريمان ونريمان وشربيني، وأنا ما حكيتلكيش على المصيبة اللي حصلت. خير، مصيبة إيه تاني؟ إلهام، صحيت الصبح وأنا نايم على الكنبة هنا لقيتها واقفة في وشي. يا نهار اسود، اوعى تكون هجمت عليك وانت نايم. هجمت عليا ايه؟ بقول لك لقيتني نايم على الكنبه، يعني فهمت ان انا وانتي مش نايمين مع بعض على السرير، يعني ابتدت تشك وتحس ان في ان. يبقى الحل بقى ان اي حد فينا يخرج ويسيب الاوضه يقفل وراه بالمفتاح. ايه الحل الغبي ده؟ افرضي انت صحيتي بدري وقفلتي عليا، هتحبس انا في الاوضه؟ لا طبعا مش حل. اقول لك مفيش غير حل واحد، انا وانتي لازم ننام سوا على السرير. هتستهبل. بستهبل ايه؟ انا طايقك اصلا. انا هننام سوا على السرير عشان هي ما تشكش يعني، وممكن نحط بينا مخده. مخده؟ انسى يا حبيبي، ما تحلمش. المخده
انا مش عارف انام من السور اللي انت بانياه لنا ده. عنك ما نمت وان كان عاجبك، يا كده يا تنام في الارض في الحمام جوه لوحدك. في الارض انت مربيه قطه. طب اطفي النور طيب. لا، بخاف من الضلمه. خايفه من الضلمه ولا خايفه مني؟ بخاف منك انت والضلمه. بس انا محترم على فكره. والله عصير احترام. انت هتقول لي. طب بجد ما بعرفش انام في النور لو سمحت عشان خاطري والنبي. طب احلف ان انت هتحترم نفسك. حاضر. احلف. حاضر. بقول لك احلف. ما انا بقول لك حاضر. ماشي، ما انا حاضر. اطفي. اطفي. ماشي. والله العظيم لو عملت حاجه. انت مش هنقي الحاجه، ارمي المخدات دي بقى. ها؟ وبعدين. المخدات؟ وبعدين. ماشي. لا ايدك بقى لو سمحتي، لا بعد اذنك، لا مش اقول لا. مش انت اللي خايفه مني، ده انا اللي خايف مني. مش هرد عليك.